السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في الحلقة دي إن شاء الله بنتكلم فيها على إزاي تعمل نظام محاسبي لأي شركة خطوة بخطوة للمحاسبين وأصحاب الشركات. ولو أنت محاسب جديد أو صاحب شركة أكيد قابلك السؤال ده قبل كده، إزاي أعمل نظام محاسبي كامل لشركتي. النهاردة أول يوم هقول لك الخطوات الصح اللي تقدر من خلالها إنك تبني نظام محاسبي لأي نشاط بشكل بسيط وواضح. يلا بينا. أول حاجة تحديد النشاط وطبيعة النشاط. قبل ما تبدأ لازم تعرف الشركة دي بتشتغل في إيه، تجارية أو خدمية أو صناعية أو مقاولات، لأن طبيعة النشاط هي اللي بتحدد شكل النظام وحساباته وطريقة تسجيل المعاملات. تاني حاجة تحديد الدورة المستندية، يعني كل سنة مالية أو كل عملية مالية تمشي في مسار واضح من أول ما تبدأ زي الفاتورة أو أمر الشراء لحد ما تسجل في الدفاتر مثل فاتورة المبيعات أو أمر التسليم أو إيصال القبض أو إيصال صرف أو حتى قيد يوميا. ثالث حاجة تصميم دليل الحسابات، ده أهم حاجة أو الأساس اللي لازم يتعمل في بداية الشغل، اللي هي شجرة الحسابات، وبتشمل على كل حاجة اللي هي الأصول، الخصوم، المصروفات، الإيرادات أو الملكية، وكل حساب يكون له كود واضح علشان تسهل عملية التسجيل والمتابعة. رابع حاجة تحديد النظام المالي اللي هتشتغل بيه، سواء كان يدوي ولا إلكتروني. انت بتختار النظام بالنسبة لحجم الشركة بتاعتك، هل هي شركة صغيرة ولا كبيرة؟ لو شركة صغيرة يبقى نظام الاكسل، ولو شركة كبيرة يبقى نظام إرب متكامل، سيستم كامل. الخطوة الخامسة إعداد القيود الافتتاحية. قبل ما تبدأ التسجيل اليومي لازم تدخل الأرصدة الافتتاحية زي رأس المال والبضاعة والعملاء والموردين والنقدية. الخطوة السادسة تسجيل المعاملات اليومية. ابدأ تسجيل كل المعامليات أول بأول، سواء كانت مبيعات أو مشتريات أو مصروفات أو إيرادات أو حتى مصاريف رواتب، وكل حاجة تكون موثقة بمستند رسمي. يعني ما ينفعش ان انت تسجل حاجة عشوائي، او ان انا اجي اقول لك سجل المبلغ ده كده وخلاص. لازم تكون في حاجة تثبت المبالغ اللي انت بتسجلها. سابع حاجة اعداد التقارير المالية، وفي نهاية النظام ده لازم يطلع لك قائمة دخل وقائمة ميزانية عمومية وقائمة تدفقات نقدية عشان تقدر تعرف الشركة كسبت ولا خسرت. يعني من النظام المحاسبي اللي انت بنيته بتقدر تطلع منه القوائم اللي بتحدد لك شركتك كسبانة ولا خسرانة. يعني باختصار النظام المحاسبي الصح هو اللي يخلي كل حاجة داخل أو خارج الشركة واضحة وموثقة، وكل خطوة من اللي قلناها النهاردة هتساعدك على نظام متكامل، سواء كان نشاط الشركة خدمي أو تجاري أو صناعي أو مقاولات. ولو حابب تعرف أكتر أو تشوف نموذج عملي على إنشاء نظام محاسبي خطوة بخطوة، اشترك في القناة واضغط لايك وشارك الحلقة مع أصحابك. أشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.